اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ يا رب تكونوا بخير. جمعة مباركة عليكم جميعا يا حبايب قلبي. يلا بقى نحضر فطار كده حلو. هنعمل تحابيش، هنقلي بتنجان وبطاطس وفلفل. اول حاجة طبعا حطيت الزيت وقدح كده كويس. بعد كده هبدأ اقلي في البتنجان. اول بقى ما البتنجان كده اتقلى واخد لون حلو كده، هنبدأ بقى نصفيه من الزيت كويس جدا. بنطلع البتنجان على مناديل المطبخ عشان يصفي الزيت اللي فيه، لان البتنجان طبعا انتوا عارفين بيشرب زيت، فلازم نصفيه كويس جدا. بصوا بقى لونه ذهبي وحلو ازاي. هبدأ بقى اصفيه كده كويس. بعد بقى ما طلعت كده البتنجان، هبدأ بقى اقلي فلفل وشطة. طلعت كده البذر من الفلفل وغسلته كويس جدا، وهبدأ اقلي فيه. والشطة بقى غسلتها وفتحتها حتة من النص كده بالسكينة. ما بطلعش منها البذر طبعا. بس بفتحها كده ايه بالسكينة، عشان لا قدر الله الزيت ما يطرطش علينا. ونكون برضو مصفيين الفلفل من المية كويس عشان ما يطرطش علينا زيت. وهبدأ برضو اسيبه كده يتقلي براحته، مش بياخد وقت خالص. بصوا بقى مش بياخد وقت خالص، اتقلى بقى وحلو كده. هبدأ بقى ان انا اصفي فيه برضو من الزيت كويس جدا، وبرضو هطلعه على مناديل مطبخ. بعد كده بقى هبدأ اقلي البطاطس. بقلي كده البطاطس. وكمان بقى كنت بغسل جرجير كده ونقعاه في الميه. هبدأ بقى كده اطلع البطاطس بعد ما اتحمرت واخدت لون ذهبي بقى وحلو كده. بعد كده بقى هقلي بيض. جبت الطاسة وحطيت فيها حتة من الزبدة وشوية من الزيت عشان الزبدة ما تتحرقش. وهبدأ بقى اقلي بيض بلدي. حطيت بقى البيض كده وهبدأ اقليه، وبعد كده هنزل برشة فلفل اسود ورشة من الملح. بعد بقى ما رشيت رشة فلفل ورشة من الملح كده، هبدأ بقى ايه احطه في طبق. خلاص بقى هنا كنت حضرت الفطار بتاعنا.